السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم طيبين وبخير حبايبي. اليوم هنعمل معاكم عشاء إن شاء الله يعجبكم. هنعمل كبدة مع خبز الطاوة. أول شي هنا عندي كاستين ونص دقيق أبيض، رشة ملح، ملعقة سكر، وثلاث ملاعق زيت. هعجنهم وخليهم يرتاحوا ساعة ونص، وأرجع أبدأ معكم كيف نخبزهن على الطاوة. وهذه عجينتني بعد ما ارتاحت يا بنات، أخذت لها ساعة وشوي. شايفين كيف صارت طرية مرة، في نفس الوقت ما تلتصق يعني في اليد. أنا أقصصها في الصحن وأوريكم كيف. الحين نقصصها عشان نحطها في الصحن. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين زي كذا. وخليها كذا ترتاح وأرجع أفردها. والحين نبدأ نفرد معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ أول واحدة حطيناها نبدأ نفردها. بسم الله الرحمن. شايفين زي كذا، تفضلي تمدينها يطلع لك زي عيش التورتيلا. نفس الطريقة. خبز الطاوة نوعين، فيه اللي يكون بالسمن وبالحب يعني الحب العادي، قصدي الذرة، حب الذرة، قصدي حب دبي. ونفسه الدقيق الأبيض يجيكي بطريقة مختلفة عن كذا، ويجيكي هالطريقة نسوي. الحين أقلب أوريكم أنا لما أسويها على الطاوة إن شاء الله تشوفون كيف شكلها. بسم الله ما شاء الله. نخليها على النار. الحين أنزل اللية عشان مع الزيت. احمسيها عشان ايه تطلع الزيت مرة، في نفس الوقت لا تخليها تنحرق، لا. عندي هنا بصل مقطعته شرائح.
خليها تحمس شوية البصلة. الحين ضفت الثوم الأخضر، شوفوا حطيته معاه عشان يتحمس. الحين أضيف عليها الكبدة مغسلة. طبعا أنا غسلتها قبل ما أقطعها. لازم الكبدة يا بنات تغسلونها قبل التقطيع، بعد كذا تقطعونها ناعم عادي براحتكم، بس بعدها ما تغسلين لأن ما تطلع حلوة. بعدين الزفرة يطلع لها زفرة زفارة. الحين أضيف ملعقة بابريكا. بسم الله الرحمن الرحيم. ملعقة فلفل أسود. ملعقة كمون، ملعقتين حطي كمون عشان الريحة. ورش الملح. الحين أضيف الفلفل الأحمر والأخضر. ماشي. ضيف الطماطم. أنا طبعا شايلة منها البذور والمادة السائلة اللي فيها، أبغاها ناشفة كده. أخليها شوية تاخذ تحميصة زيادة شوية وبعدين أطفي عليها. حوريكم. وهذه كبدتنا يا بنات صارت جاهزة، وهذا الخبز اللي سويته معكم حبايبي شايفينه. إن شاء الله يعجبكم وتسوونه. ممكن تعملي سندويشتات، تسوي كمية وتخليه بالفريزر وبعدين تطلع منه تسوي سندويشتات، تسوي جبنة، تسوي كبدة، تسوي مربى، على حسب ما تبغي يعني. وإن شاء الله طبختنا عجبتكم، وعليكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسون دعم القناة وعمل لايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. فمان الله حبايبي.